بقي شيء خطير جدا، وهو تقسيم السلفية إلى سلفية المتقدمين وسلفية المتأخرين. وهذا شيء جديد الآن في الساحة، ما يأتيك يخالفك في السلفية، لا، نعم يجب اتباع منهج السلف ويجب ويجب ويجب، ولكن هناك فرق بين سلفية المتقدمين وسلفية المتأخرين. ما ضابط المتقدمين عندهم والمتأخرين؟ أنا أتكلم عنهم. ما قبل شيخ الإسلام بن تيمية هذه سلفية المتقدمين، ومن شيخ الإسلام بن تيمية إلى يومنا هذه سلفية المتأخرين. يريدون أن يوهموا الناس أن الذي عليه مشايخنا اليوم ومن قبلهم إلى شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ابن القيم، ابن تيمية، هذا يخالف ما كان عليه المتقدمون. والنتيجة ماذا؟ أن الذي نعيشه اليوم ليس سلفية، وهذا منهج خبيث موجود الآن في الساحة. يا إخوة، كما قلت لكم البارحة، السلفية سلسلة محكمة من زمن الصحابة إلى يومنا، ليس هناك سلفية للمتقدمين وسلفية للمتأخرين. من خالف ما عليه المتقدمون فهو ليس من السلفيين، ولا أعلم أحدا من علماء وأعيان السلفية يخالف ما عليه المتقدمون من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، بل هم مجاهدون في تقرير ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم